شباب وأطفال قرية كفركيلة 9/3/2012. انظروا إلى هؤلاء الشباب والأطفال كيف أنهم يأكلون الحشائش الخضراء من على الأرض من شدة الجوع. خبز لا يوجد، كهرباء لا توجد، اتصالات لا توجد، حواجز أمنية كثيفة على الطرقات يمنعون حتى من وصول رغيف الخبز. انظروا إلى هؤلاء الشباب كيف أنهم يأكلون من خيرات الله من الأرض الحشائش الخضراء، يحوشون الورد لبيعه من أجل ثمن رغيف الخبز. أي حوشتها قال يشتري ربط الخبز بعطاء. أي حوشتها. هذه هي إصلاحات بشار الأسد. هذه هي الإصلاحات. أصبحنا كما قال الصحابي الجليل رضي الله عنه عندما حوصروا في شعب أبي طالب: أصبحنا نضع كما تضع البعير، طعام لا يوجد، نأكل الحشائش حتى نسد الجوع الذي أصابنا. والله ونقسم بالله كما يقول هؤلاء الشباب أننا سنأكل الحجارة. انظروا إلى هذه الجبال وكثرة الحجارة فيها، سنأكل الحجارة ولن يبقى بشار الأسد حاكما علينا أبدا، ونقسم بالله على ذلك. وأرواح الذين سقطوا في باب عمر وحمص وبقية المناطق ليست بأغلى من حياتنا، والله على ما نقول شهيد. سنأكل ونقاوم الجوع بكل ما نملك، ونتمنى النصر لنا ولشعب سوريا المضطهد إن شاء الله تعالى.